اهلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا في كتير عالم عم يسالوني انه كيف بدنا نضيف اغانينا على الستوريات الانستغرام ولا التيك توك ولا فيسبوك ولا ايتونز ولا ابل ميوزك وكل هدول الامور. كيف بدنا نضيفهم؟ طبعا في كتير منهم ما بيعرفوا كيف رح يضيفوا هاي الشيء، الاغاني تبعهم او الموسيقى اللي عم يسووها لهذا القنوات او لهالصفحات. بقى اليوم بدنا نشرح كيف بدك تضيف اغانيك او موسيقاك الخاصة او شيء بخص لك وتحطهم بالسوشيال ميديا، يعني بجميع الصفحات تبعها. طبعا بجوز كتير منكم لاحظتوا انه في اشارة موسيقى بجنب اسم يلي بجنب اسم اليوتيوب. مثلا انا هون مثل ما عم تشوفوا هلا تحت اسمي بجنب اسمي في إشارة موسيقى، في إشارة موسيقى هون. هاي إشارة موسيقى، هاي بتدل إنه أنا فنان، هاي قناة الفنان الرسمية. يعني بتصير أنت معترف رسميا إنه عندك قناة وأنت فنان وكل حقوقك محفوظة عندهم. يعني أنت حقوقك محفوظة. وطبعا في موقع بدك تسجل حالك فيه، ومن خلال هذا الموقع طبعا رح يجيك أرباح كمان منه. الموقع بتدفع مرة واحدة بالكريدت كارد، وفي دول كمان بتصير بالباي بال، بظل على ما اعتقد في دول بتصير بالباي بال. بس نصيحة مهمة كتير، يعني لا حدا يروح ويساوي من المواقع التانية، لانه في كتير مواقع هلا صايرين مثل هاكر. بتروح بتسجل حالك وبياخدوا بطاقة الكارت البنك تبعك وبيغشوك وبياخدوا مصرياتك. بقى بدي احط لك الرابط تحت الفيديو اسفل الفيديو. انت من هنيك بس تضغط على الفيديو على الرابط بفوتك دغري على الصفحة، على صفحتهم الرسمية. من هنيك بتقدر تسجل حالك وتدفع مصاري. راح اسجلكم كل شيء هلا. راح اسجلكم فيديو كيف بدنا نسجل حالنا وكيف بدنا نحط اغاني وكيف بدنا نقص الصور ونحط الصور كمان هنيك. طبعاً اول ما تضغط على الرابط فورا تجي على هاي الصفحة. راح يجيبك على هاي الصفحة. يعني بس بدك تسجل هون، مثلا تحط الايميل، هون الايميل وهون هون الايميل وهون باسورد، وهون بدك تعيد الباسورد مرة تانية. بس تسجل بالموقع راح تجي لهون. راح يجيبك على هاي الصفحة. لا، قبل ما يجيبك على هاي الصفحة بده يقلك بدك تدفع المصاري مشان تسجل بالموقع، مشان تفوت على الموقع. هون في عنا 3 شغلات. هاي لواحد مثلا لفنان، اذا كنت لحالك مثلا، انت فنان لحالك وبدك مثلا تسوي اغانيك، مثلا تحط اغانيك بسبوتيفاي، بابل ميوزك، انستغرام، يوتيوب، شو ما كان. وهون اذا كنتوا مجموعة، مثلا مجموعة من الفنانين، طبعا فيني ترجمكم اياها للعربي احسن. هون كل شيء يعني مشروح جاهز، يعني فينك تشوفه تقرأ انت. هون كمان فنانين وفرقة وما فرقة، يعني كل شيء مع بعض. المهم هاي الخطة اللي بتلزمنا، هي موسيقي او عازف. هي بدك تدفع 19 $20 تقريبا. بدك تدفع $20 بعد ما دفعت بالكريدت كارد. طبعا في يعني الموقع مأمن وما فيه اي غش. بس بنصحكم لازم تضغطوا على الرابط يلي بالدسكريبشن، يلي بالبايو، يلي تحت الفيديو. لانه في كتير روابط رح تسجلوا فيه الكريدت كارد تبعكم، ورح يخصم منكم مصاري، ورح يصير عندكم مشاكل بعدين. بقى رح احط لكم الرابط الاساسي والرسمي لهاي ديستروكيد مشان ما يصير اي خلل او اي مشاكل لكم. المهم بعد ما تسجل بالموقع وبعد ما تدفع المصاري هون بالكريدت كارد او جولد كارد او فيزا كارد، وفي مرات بيطلبوا كمان باي بال، بس ما بعرف اذا في بدولكم باي بال ولا ما في باي بال. بعدين تجي لهون الحساب. بدك تحط المعلومات تبعك، يعني معلومات شخصية. طبعا ما راح افتحها لانه في عندي معلومات شخصية هون، رقم تليفون وايميل وكل شيء.
وهون ملف الشخصي، بدك تحط ملفك الشخصي مثلا صورتك يعني يلي بدها تطلع على سبوتيفاي. يعني راح تكون واجهة مثلا، مثل ما بتفوت على اليوتيوب في صورة يعني بيطلع قدامك صورة الرئيسية يعني، وبعدين كل غنية راح تحط لها صورة لحالها طبعا. هون طريقة الدفع هون، يعني إذا إجاك مصاري طبعا بيجيك مصاري على المشاهدات مثل يوتيوب، مثل أي قناة تانية يعني، بس يجوا مشاهدات ويعني بيجيك يعني منهم، بيجيك منها مثلا مصاري كمان. هاي بطاقة إذا بدك تغير البطاقة الكريدت كارد تبعك، إذا بدك مثلا تجيب بطاقة تانية تحطها، بدك تغيرها من هون. هل الإيصالات، شو هي الإيصالات؟ أوكي هاي مو شي، ما بيلزمنا هذا. تغيير أغرفة لا هاي كمان ما بتلزمنا، دول بعدين انتو تشوفوها يعني، في كتير شغلات فيها. يلي بيلزمنا هي هون الوصول الخاص. شوفوا، الوصول الخاص تجي لهون القناة، قناة الفنان الرسمية، قناة الفنان الرسمية. هاي اللي بتطالع إشارة موسيقى، إشارة موسيقى بجنب اسمك على اليوتيوب. هاي هي، بتضغط عليها بتجي لهون، بتضيف اسمك، بتضيف ايميلك يلي ايميل يلي انت فاتح فيه اليوتيوب. بعدين هو بتنطر يومين ثلاثة وبعدين بيطلع إشارة موسيقى بجنب اسمك مثل ما موجود بقناتي. فيكم تشوفوا قناتي على اليوتيوب موجود هنيك. وبعدين يعني بيصير كل ما تنزل غنية هون وعلى اليوتيوب بيرتبطوا مع بعض كمان، يعني بيصيروا مرتبطين مع بعض. طبعا هون اذا بدك تحط مثلا في عندك غنية وبدك تحط كلمات الغنية، مثلا مرات بتشوف على انستغرام انت حاطط غنية بصورتك وغنية وكلمات عم يطلعوا تحت، مثلا تحت اسمك او عفوا تحت صورتك او جنب صورتك. انت هون بدك تحط الكلمات، بدك تحط الكلمات وتنظمهم حسب تنظمهم حسب الغنية. مثلا تحط الجملة بس يصل على هاي الجملة بيطلع الكلمة بتنزل لتحت. هاي كمان سهلة ما بدها شي. الشي المهم بدك تجي لهون تحميل، هون سويناها عربي تمام. هون بدك تختار هدول كلياتهم، يعني بس تنشر غنية هون بهذا الموقع راح يروح الغنية على كل المواقع هدول تلقائيا، كل هالمواقع. خلينا نسويها بالألماني مشان نفهم أكتر. هون كل شي، هون سناب شات جديد عم يساوي تجربة عليها، نقلها اوكي. بدنا نجرب سناب شات كمان. طبعا يا شباب هون اول ما بدك تنزل غنية، هي كم غنية، بس طبعا بنصحكم تنزلوا غنية، كل غنية لحالها، غنية واحدة تقول مثلا غنية واحدة اوكي. هون تم إصدار سابقا تقول لا. هون اسمك، اسم الفرقة والفنان، هون بتحط اسمك مرة واحدة وبيضل مثل ما هو، يعني كل ما بتفوت اسمك بيكون جاهز، كل شي جاهز يعني. وبعدين هون في عنا مشكلة، هون في عنا صورة بدك تحط غلاف الألبوم أو غلاف الصورة. طالبين منك 3000 ب 3000، 3000 طول 3000 عرض. طيب هاي كيف بدنا نسويها؟ هاي بدها فوتوشوب، بدك فوتوشوب، واحد يسوي لك فوتوشوب. لا يا صديقي ما بدها فوتوشوب، هلا رح اعلمك كيف بدك تسويها انت لحالك وما تحتاج لحدا. هون بتجي على لغة، على لغة. كيف بدنا نسوي لغة؟ هون في عربي كمان، عنا عربي. اذا مثلا شو قصدهم باللغة؟ اللغة يعني قصدهم على التايتل او على العنوان، اذا بتكتبها بالعربي ولا بدك تكتبها بالانجليزي. طبعا ما بصير تكتبها بالعربي والانجليزي، يا بدك تكتبها بالعربي يا بالانجليزي، اثنين ما بيصيروا مع بعض. وهون بدك تحدد نوع الموسيقى تبعك، مثلا انا بحدد فرقة موسيقية كبيرة مثلا، او موسيقى اطفال او كلاسيكي او شو ما بدك يعني. حدد انت الموسيقى اللي بدك اياها. وهون تكتب عنوان الغنية طبعا. وهون إضافة ميزان نعم فنانين مميزين طبعا عنوان يعني
يعني اذا مثلا فنان تاني مشترك معك بالغنية، قصدي الغنية له، بدك تكتب هون. بس على الاغلب اذا كتبت مثلا الغنية لهذا وانا غنيت راح يرفضوا. بقى الافضل لا تحط شي، تحط اسمك ولا تحط شي تاني، يعني انه البروجكت الك او المشروع الك انت مسويه من اساسه. طبعا ما بصير تجيب اي غنية وتحطها يعني على التطبيق، على الصفحة، لانه ما راح يقبلها. نجي لهون ملف الصوتي. ملف، خلينا نكبره. اوه، صارت الماني وده. اه. هون ملف الصوتي. هون انت بدك تسحب مثلا، هون بدنا نسحب هاي الغنية، بدنا نحطها هون، او بدك تفتح الداتا وتجيب غنيتك وتحطها هنيك. هون راح يسألك اذا عندك سبق يعني حسابات على السبوتيفاي ولا على ابل ميوزك ولا امازون ولا اي شيء تاني. انت بدك تقول لا، ساوي لي انت لحالك. هو اوتوماتيكيا راح يفتح لك قنوات هنيك، يعني اوتوماتيكيا راح يساوي لك يعني هدول شغلات. هون بقى بدك تجي على اسمك. هون بدك تكتب اسمك، واسم يعني مثلا هاد بدي اكتب اسمي مثلا. انا كتبت مثلا يعني اكيد بدك تكتب اسمك، مو اسم الغنية، اسمك يعني مثلا بدي اكتب يحيى مثلا، يوسف مثلا، كارا. اوكي، اطلع تمام. بعدين تنزل لتحت. هدول مميزات إضافية. هدول كل ما بتنزل غنية وتضيف مميزات إضافية بدك تدفع هدول مصاري عليهم. أما إذا ما بدك هدول شغلات زيادة، ما تختار أي شيء، يعني ما تختار أي وحدة منهم. بس هدول إجباري بدك يعني بدك تختارهم. هذا وهذا 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 بدك تختارهم، هدول إجباري. هلا بدي أعلمكم كيف بدكم تنزلوا الغنية. هلا مثلا هون بدنا نحط خليني اسويها انجليش. هلا مثلا بدي اسحب هاي الغنية واجي حطها هون. شوفوا شوفوا يا شباب، اجي الغنية. يعني سحبتها وحطيتها هون، خلاص اجت لحالها. او فينك تحطها طريقة تقليدية كمان، تفتح هون داتا وتروح تجيبها وتسحبها تحطها هنيك. بقت عنا الصورة كيف بدنا نسويها؟ يعني 3000 في عنا شيء اسمه فوتوشوب اونلاين. هذا هو يعني تعديل الصور اونلاين. هذا الصفحة بتسوي لك اياها اونلاين، يعني مثل كأنه بتنزل فوتوشوب على الكمبيوتر تبعك. ما في داعي لهيك شغلات، هون كله صاير اونلاين. بدك تفتحها من هون. رح احط لكم طبعا رابطة تحت الصفحة كمان مشان تفوتوا وتستفيدوا منها. هون الطول وهون العرض. هون نكتب 3000 والعرض 3000. الشغلة بسيطة كتير. هون نجي على الإنشاء. هون الإنشاء، تكتبوا الإنشاء. أوكي، نجيب الصورة. حطينا صورة هون. رح يطلع لنا هون مثل مربعات صغيرة، شايفين؟ لازم هاي البيضة، صفحة البيضة لازم تخبيها، لازم يروح الصفحة البيضة. شايسة شو عملت؟ اوكي، لازم تخبيها. بتجيبها لهون، تسحبها هيك. صار عنا صورة، سوينا غلاف. طبعا هاي تجربة عم سويها معكم. نجي بدنا نحفظها. وين الحفظ؟ اصدار. اي وحدة كانت ما بتفرق. بي ان جي ولا جي بي جي. جي بي جي احسن يعني، صيغة الاصلية. هون الجودة، علي الجودة للاخير، خلي تكون 100%. بعدين تكبس حفظ. صار عنا صورة جاهزة. تسحب الصورة وتحطها هون. بعدين بنجي بنفتح. شايفين؟ نسحب الصورة ونحطها. شايفين يا شباب؟ كل شي صار تمام. اوكي، هلا هون
بدنا نختار هلا هون بدنا نختار حدد الموسيقى. انا عم حدد فرقة موسيقية كبيرة لانه عم ساوي كراوكي مشان هيك. عنوان المسار سربانيكا. ها كاراوكي اوكي. حطينا الغنية هون. اوكي. طيب هلا بدي اعمل غلط. هلا بدي امسح العنوان. تمام، انا مسحت العنوان وراح اكبس عليه. راح اقول له فعل. شفتوا عم يعطيني خطأ، عم يعطيني في شي ناقص. شو هو ناقص؟ التايتل. هون التايتل لازم ما تنسوا شي. مثلا لغتك بأي لغة انت كتبتها بالانجليزي. مثلا اسم الغنية بالانجليزي بدي اكتبها سربانيكا كاراوكي مثلا بالانجليزي انا كتبت. تمام. وهون موسيقى وحدة بس، يعني اغنية وحدة انا بدي احطها، مو اكتر. وهون انا حطيت الموسيقى تبعي، الويف تبعي ويف ام بي 3 شو ما كان صيغتها بتقرا، يعني عادي طبيعي بتقرا. وهون ما تنسى تحط اسمك. هذا اسمك بدك تحطه، يعني اسم قناتك او اسمك، يعني شو اسمك انت عادي بدك تحطه. مثلا انا عم حط يحيى يوسف كاراوكي مثلا. هذا ما بيروح على الغنية طبعا، ما بيروح على اسم الغنية انه هاي اسمها يحيى يوسف السربانيكا. لا، هذا اسمي. هاي الغنية على اسمي، يعني الغنية على اسمي. وبعدين بنجي بنختار هدول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هدول الخمسة. وطبعا هدول إضافيات. مثلا بدك تعمل مثلا اي دي مثلا على الفيسبوك. الاي دي شو هو؟ مثلا بيضمن لك حقوقك. مثلا اذا حدا اخذ غنيتك وهن بياخذوا الارباح من بدالك بدون ما تعذب حالك ولا شيء. في شزم مثلا، في مثلا في مثل الورث يعني. اذا حتى انحذف هذا التطبيق، هاي الصفحة من عندك كمان بيضل صفحة شغالة، اغانيك شغالين فيها لمدة حياة يعني. في كتير شغلات إضافية هون، بس على كل شغلة بتختارها في السعرة بجنبها. طبعا هاي على كل غنية بتضغط. مثلا بضغط هون على وحدة، بس ضغطت على وحدة، يعني هون أنا بدفع لهاي بس لهاي الغنية 4 يورو إضافية. يعني أو هو ببلاش، أنا اشتريت 19 يورو، 19 دولار. بس كل وحدة هون أكبسهم بدي أدفع زيادة، لأنه هون كاتبين لك مثلا هاي حقها 29 دولار، هاي 8 دولار، هاي مثلا 1 دولار، مثلا هاي 3 دولار، مثلا هاي 13 دولار، هاي 7 دولار. هاي كل وحدة لحالها بتنحسب. وبعدين بعد ما خلصنا وكتبنا كل شي وحددنا هدول كلياتهم، نجي ونكبس هون. طن شوفوا هلا عم يحط لي الغنية بالصفحة. هلا بنستنى بس يخلص، راح يجينا ايميل. بتفتح ايميلك انه عم يقولوا لك انه تمام، كل شي تمام، وانت زبطت كل شي وحطيت كل شي باسمك. وبعدين بعدين انت شو بتساوي؟ انت بتروح بتنطر يومين ثلاثة أربعة حتى يتفعل هاي الخدمة، ويجيك ايميل انه كل شي تمام وكل شي تفعل وما في عندك اي مشكلة. وهيك الف مبروك، صار غنيتك هون بسبوتيفاي، تيك توك، انستغرام، كل شي. بعدين هون بتجي على الماي ميوزك، بتجي على الموسيقى تبعك. شوفوا هاي هي الصفرة لسه. ليش صفرة؟ لانه لسه ما تفعلت، يعني لسه ما اجاني ايميل انه بدك كم يوم حتى مثلا ينشر لك على كل هالمواقع. بتمنى استفدتوا من الفيديو، وبتمنى انه تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم مع رفقاتكم.